حاجة بنعملها كل يوم، لكن هل فكرت إيه اللي بيحصل لجسمك وعقلك وأنت نايم؟ الموضوع أكبر بكتير من مجرد راحة، في حقايق غريبة ومثيرة عن النوم هتخليك تشوفه بنظرة جديدة. يلا نبدأ. جسمك ممكن يتحرك وأنت نايم، حاجة اسمها المشي أثناء النوم بتحصل لبعض الناس. ممكن الشخص يقوم يفتح التلاجة أو حتى يخرج من البيت وهو مش واعي إنه بيعمل كده، والأغرب غالبا مش هيفتكر أي حاجة لما يصحى. زي بالظبط وانت صغير لما كانوا أهلك بيصحوك تاكل وتاني يوم تزعل منهم إن هما ما صحكش تاكل، بس انت بالفعل صحيت وكلت بس مش فاكر اللي حصل. المخ بيشتغل أكتر أثناء النوم. عارف إن مخك بيشتغل أثناء النوم أكتر من وقت ما تكون صاحي؟ هو مش بس بيرتب الذكريات والأفكار، لكنه كمان بيحاول يحل مشاكل كنت محتار فيها طول اليوم. يعني ممكن تصحى ومعاك الحل من غير ما تعرف ازاي. الحلم ممكن يستمر 7 ثواني بس، رغم انك بتحس ان الحلم طويل. الحقيقة ان معظم الأحلام مدتها أقل من 10 ثواني. دماغك بيشتغل بسرعة رهيبة وبيخدعك تفكر ان الحلم طويل جدا. ممكن تموت لو ما نمتش. النوم مش رفاهية، ده ضروري للحياة. لو ما نمتش لفترة طويلة جسمك هيبدأ ينهار تدريجيا. في تجارب بتقول ان الشخص ممكن يعيش بدون أكل لفترة أطول من النوم. مرعب صح؟ شلل النوم مش مجرد خرافة. لو حسيت يوم إنك صاحي بس مش قادر تتحرك، دي حالة اسمها شلل النوم. بيحصل لما عقلك يصحى قبل جسمك. بيكون شعور مرعب، ناس كتير بتربطها بسبب الجن والأشباح، بسبب الهلاوس اللي بتحصل وقتها. الأحلام بالألوان مش عند كل الناس. مش كل الناس بتحلم بالألوان، ناس كتير بتحلم بالأبيض والأسود. ده غالبا مرتبط بعصر الأفلام القديمة قبل الألوان. حاجة غريبة جدا، نومك ممكن يكشف شخصيتك. طريقة نومك بتقول عنك كتير. النوم على جنبك مثلا بيعبر عن إنك شخصية حساسة ومهتمة باللي حواليك، أما النوم على بطنك ممكن يشير لشخصية بتحب المغامرة. وأخيرا، النوم مش مجرد وقت راحة، ده عالم كامل مليان أسرار وحاجات غريبة. دلوقتي دوركم، قولولنا في التعليقات ايه أكتر حاجة لفتت انتباهك في الموضوع، أو ايه أكتر حاجة بتحصل لك